عارف قهوتك اللي بتشربها كل يوم الصبح بتكلفك كتير جدا؟ انا هقول لك ازاي توفر الفلوس دي ومن غير ما تبعد عن الفنجان اللي بيصبرك على رغي اجتماع الصبح. بس في الاول انا احمد عامر وده علم الجيم. لو بتحب تشرب الامريكان كوفي وده يعتبر اقل المشروبات تكلفه اللي ممكن تشتريها الصبح، ومتوسط سعر الفنجان الواحد حوالي 60 جنيه، وهنفترض انك بتنزل شغلك 22 يوم في الشهر من غير الجمعه والسبت، يعني تقريبا بتصرف 1320 جنيه في الشهر، يعني في السنه حوالي 16000 جنيه، مع العلم ان متوسط سعر مكنه الامريكان كوفي الكويسه من حوالي 5000 ل 6000 جنيه، ده غير انها مش بتاخد وقت تحضير، يعني مش هتبقى مضطر تقف في اللاين الصبح علشان تدفع ثمن قهوتك، وهيكفيك كيس القهوه بتاعها حجم ربع كيلو كده بس في الشهر وثمنه 80 جنيه، وكيس السكر 30 جنيه مثلا، وتقدر تشتري ثيرمال كاب لذيذ ويبقى معاك على طول. يعني تكلفه القهوه في السنه هتنزل من 16000 جنيه ل 1320 في السنه بعد تكلفه الكوفي ماشين طبعا. امسك ورقه وقلم واحسب المصاريف اللي بتدفعها للقهوه وابعت لي في الكومنتس طلعت معاك كام.